ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. النهاردة هنعمل بقى طريقة حلوة جدا جدا لأوراق الفراخ. تمام. لو انتي مش بتحبي أوراق الفراخ أو ولادك، الطريقة دي هتعتمديها ويطلبوها منك دايما. أنا عن نفسي ولادي مش بياكلوا أوراق الفراخ. عملت لهم النهاردة الطريقة الحلوة دي، عجبتهم جدا جدا جدا. حلوة قوي وطعمها لذيذ. وطبعا يعني الطريقة دي اسمها الحمام الكذاب. طبعا اسعار الحمام بقت غالية جدا جدا، وفينا اللي مش بيقدر يشتريها. هتجربي ان شاء الله الطريقة دي وهتعجبك جدا جدا، وولادك هيطلبوها منك وبالظبط بالظبط طعم الحمام. يلا بينا نشوف الطريقة. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اوراق مخلية. انا رحت عند الفرارجي وقلت له انا عايزة اوراق مخلية. طبعا بيخليها لك بالشكل دي، بيشيل العظم اللي جوه الورك. وانا طبعا نضفته كويس جدا وحطيت في المية، نقعته في المية طبعا. اللي انا بنقعها محلول المية دايما، انا بحط معلقة طحينة وبحط شوية دقيق وانقعها شوية. طبعا نشفتها كويس جدا جدا من المية او اي سوائل فيها، ما فيهاش اي حاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده نضيف. طبعا انا بجيب الورك كده زي ما انتي شايفاه، وبدقه باي حاجة عندك تدقيها بيها. المدق بتاع البفتيك او اي حاجة، حاجة تقيلة، المهم ان انتي بتدقيها. طبعا اهو شايفة الورك زي ما انتي شايفة كده، بتدقيها كويس علشان الانسجة بتاعة الورك تبقى مفيش انسجة وتبقى متفتتة خالص. ودقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والله اما تعمليها وجربيها ان شاء الله ان شاء الله اولادك هيطلبوها منك. اهو دقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، مشيت على الورك كله بالشكل ده زي ما انتي شايفاه. اي حتة بتبقى متماسكة تدقيها بالشكل ده علشان الانسجة تتفك من بعضها. اهو شايفين. طبعا هدقهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو شوفوا مكان العظمة، شال العظمة كلها. في ناس بتسيب العظمة بتاعت الورك دي كده، بس انا الحقيقة شلت كله بقى زي ما انتوا شايفاه، ما فيهوش اي عظمة خالص خالص. اهو دقيت برضو الورك التاني بالشكل اللي انتي شايفاه ده اهو. طبعا لو اول مرة بتشوفي قناتي، انا اميرة المسلماني، وان شاء الله لو عجبكم الطريقة دي تعملي لي لايك وتعملي لي شير علشان الكل يستفيد بالطريقة الجميلة اللي انا هعملها النهاردة. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل الاوراق اللي عندك تعمليها على حسب الكمية اللي انت تعمليها. احنا 4 افراد، جبت 4 اوراق. انت اعملي الكمية اللي انت تحبيها وتفضليها. طبعا جبت بصلاية كده كبيرة حلوة، بشرتها وحطيت عليها فلفل وفلفل اسود، وحطيت عليها معلقة ملح. انتي طبعا الفلفل، انا بحب الفلفل الاسود بكتره في الاكل بتاعي. انتي حطي معلقة صغيرة معلقة كبيرة على حسب برضو الرغبة، بس انا مكترة الفلفل شوية. عملت دعكت الفلفل مع الملح كده مع البصلة. وطبعا هنتبل بيها الاوراق كده بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هنتبل الحمام الكذاب. تبلته طبعا انا تبلته وسبته في التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. حطيتها حوالي ساعتين. طبعا انا نسيت حاجه ان انا اتبلها بيها، ما كنتش تبلتها بيها. كنت طبعا هقول لكم عليها واحنا مع بعض كده هنتبلها برضو مع بعض، بس كنت نسيت احطها مع الملح والفلفل. هقول لكم برضو معانا، هتكملوا الفيديو معانا وهتشوفوني ان انا نسيت. تبلت طبعا ال4 اوراق بالشكل اللي انتي شايفاه ده، ولا اي حاجة. شوفي انتي عدد اسرتك كام واعملي زي ما تحبي. اهو تبلتها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. تحطي طبعا البصل طبعا نايم زي ما انتي شايفاه كده. تتبلي الفرخة طبعا ظهر الفرخة بيتبل من الظهر اللي تحته.
اهو بقت متبله الفرخه والملح والفلفل. بصي الحمام الكداب مش عايز بهارات كتير. في ناس بتعمله احتراما ليهم، كل واحد بيعمل بطريقه مختلفه، بس انا بعمله بالطريقه دي. طبعا انا حطيت شويه زيت، حوالي 4 معالق زيت ومعلقه سمنه كده برضو ايه بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. واجيب الكبد والقوانص، انا كنت مقطعاها، كان عندي كام واحدة. يعني انا عادة مش بعمل الكبد والقوانص مع الفراخ اللي انا بعملها، ساعات ببقى عندي 3 وحدات 4 وحدات على حسب اللي بيبقى موجود عندك. دول كانوا بتوع 4 وحدات كانوا عندي، قطعتهم الكبد والقوانص، حمرتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت بصلايه كده مقطعاها ونزلت عليهم بيها. وطبعا شوفوا الحرقه بتاعت اللي هي ايه، اللي هي تحت في معموله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الجمال اللي انتوا شايفينه ده ده طبعا ايه بيدي تيست حلو للرز وبيديله لون كمان. دي نص معلقه حبهان. طبعا معلقه الحبهان دي او الهيل بتديكي طعم ومذاق حلو قوي قوي. طبعا انا سبتهم يتشوحوا شويه وهنزل عليهم بالرز علشان طبعا ايه اغلفهم كده ايه واشمعهم بالسمنه او بالزيت اللي هم ايه اللي انا محمصه فيهم البصل شويه ومشوحاهم بيهم. بياخدوا تيست طبعا ايه الكبده والقوانص مع بعض، بيبقى طعمهم حلو قوي قوي. وطبعا الفلفل الاسود والحبهان، مش بحط اي بهارات خالص. طبعا غلفتهم كويس زي ما انتوا شايفينه كده، وحطيت كمان كام ورقة من اللورة ومكعب واحد مرقة. طبعا لو عندك مرقة حطيها واستغني عن المكعب ده، انا ما كانش عندي مرقة حطيت المكعب ده. لو عندك مرقة اوكي. نزلت كده عليها المية السخنة. طبعا المية السخنة اما بتنزلي عليها على الرز بالمية السخنة هي اللي بتخلي الرز بتاعك مفرفر وجميل. اهو نزلت كده بالمية السخنة. طبعا انتي عارفة الرز المصري كوباية رز عليها كوباية مية، اما الرز البسمتي بيبقى عليها كوباية رز عليها كوبايتين مية بس كده. ونغطي بقى الحلة بتاعتنا كده ونسيب الرز يستوي نص تسوية علشان نكمل سواه. طبعا فين؟ في الحمام الكداب. ادي سبته كده زي ما انتوا شايفينه كده بقى نص تسوية. معلش البخار جاي على الكاميرا اهو، بصوا اهو اخد نص تسوية مش تسوية كاملة. هناخد شوية منه علشان طبعا نحشي الحمام الكداب او نحشي الاوراق منه. هاخد شوية والباقي طبعا انا هحطه ايه يكمل تسوية بعد ما اخد منه شوية كده. في طبعا لو انتي عايزة تحطي حبة صغيرين انتي حطي المقدار اللي انتي حطاه. انا حاطة دول عاملاهم كوبايتين من الرز. مش عارفة انتي بقى اعملي كده لان ده طبعا تكملة الايه الاكل وكده. هاخد منهم المعلقتين دول على قد ما شوفي كده ايه الحبة دول فردتهم كده عشان يبردوا اهو. بصي نص تسوية سيبتهم كده عشان يبردوا. وطبعا ايه هنجهز ونحشي الحمام الكداب بتاعنا. طبعا انا حطيت في الحلة كده مية علشان تسخن تغلي. حطيت فيها ورقتين لورا وحطيت واحدة من الجزر واحدة من الكوسة وحطيت كمان واحدة من الطماطم. نسيبهم كده لغاية ما يغلوا بقى كده ايه مع بعض كده. ونجيب بقى ايه الاوراق. طبعا انا كنت سايباهم زي ما قلت لكم، سبتهم في التتبيلة بتاعت البصل والفلفل والملح. وطبعا انا كنت ناسية ايه، ناسية حبة الحبهان. الحبهان ده او الهيل بيخلي طعم الفراخ حلو قوي قوي. طبعا الهيل ده ما تستغنيش عنه في لحوم فراخ اي حاجة، انا بحب طعمه في اي حاجة. طبعا كنت نسيته ان انا احطه مع الفلفل والملح. حطيت شوية كده ايه على كل واحدة بحط لها شوية ايه هيل او حبهان. نجيب الرز كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نجيب معلقتين او على حجم الورك بتاعك اهو. نقفلها بقى ايه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم
او تقفليها ايه بالشكل اللي انا هوريهولك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بتجيبي كده الورك اهو وتدخلي الجلد كده لجوه اهو وتقفليها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا ملكوش دعوه بالرز ده انا بلمه خالص خالص ومش هيبقى موجود. ماشي. ونجيب واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيبه برضو شويه من الهيل. طبعا ما تعملوش زيي وتنسوا الهيل تحطوه مع الفلفل. اهو نجيب معلقه ودي كمان معلقه. ادي ايه حطينا شويه من الرز كده ونلف برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقفليها كويس اهو. شوفي من هنا نحط شويه رز كمان من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نقفلها كده برضو. بسم الله اهو. ادي قفلتها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طريقه سهله خالص خالص ومش بتاخد معاكي وقت. اهو نجيبه واحد كمان. بسم الله. طبعا ايه اهو ادي الحبهان ونحط شوية من الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نلف برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحدة بتبقى ايه الجلدة بتاعتها كبيرة دي بتساعدك على اللف كويس بس برضو هنلفها اهي وتشيلي زيادات الرز اللي بتنزل منك اهو بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وحشيت التانية برضو الرابعة بس عشان ايه برضو الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. حطيت طبعا ايه ستريتش راب اهو بالشكل ده. وهنلف ايه الورك او الحمام الكداب بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بسم الله اهو. بصي لفيته كده اهو. بصي وتلفي علشان طبعا ايه المية ما تدخلش جوه علشان اما تيجي تسويه المية ما تدخلش جوه اهو. ادي ايه لفيته بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وتبرمي كده اهو لفة كويسة وتبرمي ايه البرمة ايوه كده علشان ما تفكش معاكي ولا يدخل لها ايه مية اهي. بصي بالشكل ده اهو. اهو انا لفيتها اهو بالشكل ده. نحطها كده في طبق. هنجيب طبعا ايه الفويل اهو. بصي اللفة اهي كويس لفتها كويس جدا جدا. وتجيبي طبعا الفويل او القصدير اهو. بصي كده مسكتها وتلفي برضو على طول. تلفيها كده تبقى عاملة ايه شبه البونبونية. تلفيها من الجنب ده كده وتقفليها من الجنب التاني. بونبونية بس كبيرة شوية. بص ادي لفتها اهو بالشكل اللي انتي شايفاه ده. لفتها كويس جدا جدا عشان المية ما تدخلش جواها. ادي لفتهم الاربعة اهم بالشكل ده. بصوا ما شاء الله يعني ايه حجم الورك ما شاء الله كويس متوسط ولا كبير ولا صغير. يعني ما تجيبيهوش ورك صغير قوي وما تجيبيهوش كبير قوي عشان ايه تبقى اللحمة بتاعته ناعمة. انا بجيبه متوسط. طبعا كنت محضرة اهي المية ايه غلت عندنا. ونبدأ ننزل كده ايه فيها الحمام الكداب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي 2 ادي التالتة وادي الرابعة. والله يا جماعة احنا بنعمل الاكل زي اي بيت. علشان اوقات ناس بتدخل وتسألني هو الاكل اللي انتي بتعمليه ده بتاكلوه ولا بتبيعوه؟ امال لو كنت عاملة كميات زي القنوات اللي بتعمل كميات كنا رحنا فين؟ والله ترحمونا شوية. ارحمونا الله يرحمكم. بسم الله. شوفوا ادي بعد التسوية هنشيل كده الفويل بالراحة. سخنة جدا. واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لسه سخنة قوي زي ما انتوا شايفينها كده بتدخن اهي. بصوا. بسم الله الرحمن الرحيم.
نزل الايه الرز منها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي طبعا علشان ايه، انا كنت نزلتها طبعا، ما ينفعش ان انا انزلها بالشكل اللي انت شفتيني ده، لازم تفكيها واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة جدا جدا. طبعا انت ممكن تستني عليها شوية وتفكيها، بس انا بفكها وعلشان التصوير بسرعة. طبعا انت استني، انا نزلتها من على من النار على طول وفكتها بالشكل ده، بس علشان انا بصور بايد وبفك بايد التانية اهو. ادي اهو بالشكل اللي انتي شايفاه ده. تمام. هفك برضو الاسترتش راب واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده بقى بفك بايديا الاتنين اهو. فكتها كده ومبهدلتهاش ولا اي حاجة، فكتها بشكل كويس جدا. افك واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بالشكل ده اهو. بصي ما شاء الله شكلها حلو اهي، لسه طبعا هتتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بس كده. هنفكهم بقى كلهم واحدة واحدة، بس استنى عليهم دقيقة بس ولا دقيقتين كده، 5 دقايق ما يبردوا، وهفككهم مع بعض. هفككهم كده ونحطهم في الاير فراير. لسه اول مرة اجرب معاكم طريقة في الاير فراير. نسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجرب بقى ايه، نحمر كده الحمام الكداب فيه في الاير فراير. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ادي 4 حبات اهو من الاوراق. هندخلها كده بسم الله في الاير فراير. كنت ظبطاها على 15 دقيقة، وادي الشكل ما شاء الله تحفة، حلو قوي قوي ما شاء الله. لسه اول مرة اجرب فيها التحمير. الحاجة انا جربتها طبعا في تحمير البطاطس، طبعا في اولادي عجبهم وفي حد ما عجبهمش، بس طبعا الطريقة بتبقى صحية وحلوة جدا جدا ما شاء الله. التحمير لسه اول مرة احمر فيها. طبعا ده الرز اللي احنا عملناه، شوفوا مفلفل وحلو ازاي، اللي هو بالكبد والقوانص ما شاء الله، حلو ومفلفل وحلو وجميل جدا اهو. فردته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالي بقى ايه نطلع الحمام الكداب. ما شاء الله ما شاء الله شكله حلو قوي قوي، وريحته تجنن، ريحته جميلة جدا جدا. شوفي شكل الحمامية بالظبط. بسم الله. ونطلع التانية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي واحدة وادي التالتة. بسم الله. نجيبوها هنا كده. ايوه عشان يبقوا جنب بعض وقد بعض. نشيل الرز كده ايه اللي عليه. وادي التانية كمان. بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة. ان شاء الله هتجربوا الطريقة وتعتمدوها، وتخلوا ولادكم يحبوا اوراق الفراخ وان شاء الله كده ايه تجربيها. بس يا ريت اللي يجربها يقولي النتيجة ايه، تبعتولي في الكومنتات الجميلة بتاعتكم. ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. ايه رأيكم؟ يا ريت اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يدعمني بلايك وكومنت جميل منكم. شوفوا ما شاء الله حلوة قوي قوي. انا عارفة ده امسكها سخنة. سخنة. ادي بصي شكل الحمامة ازاي. بصي ما شاء الله. الطريقة ان شاء الله تجربيها وتعجبك، وتبعتيلي كومنت جميل زي كده يا قمر. ان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني. واللي يعجبه الطريقة بتاعتي يا ريت ما ينساش يشترك في القناة. واشوفكم على خير في وصفة جديدة. يا رب تكون الطريقة والوصفة عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني. اشوفكم على خير. باي باي.